مرحبا بكم في القناة. الاسم ديالي هو مريم. اللي كيشاهدني لأول مرة كنعتذر بعدا على الصوت ديالي اللي هو غيبان لكم واحد شوية شاحب، حيت تعرضت لواحد النزلة ديال البرد مؤخرا أثرت في الأوتار الصوتية ديالي. اليوم غنشوفوا واحد الوصفة سهلة ديال واحد الخبز اللي كيتسمى خبز البالون، مخيود من واحد الوصفة ديال الخبز التركي ديال السميت. ممكن تستخدموها بولي ساندويتش ولا تستخدموهم الفطور، ديروا فيهم الشوكولاته ديال الدهن ولا مرافق للبيض. علاش لا؟ ما كيطلبش بزاف ديال التقنيات ولا بزاف ديال المقادير. بقاو معايا باش تشوفوا شنو اللي غنستخدموا. اول شيء غنستخدم 620 غرام من الدقيق المعد للمخبوزات، غتكون معاه واحد 8 غرام ديال الملح، ما يعادل تقريبا نصف ملعقه مائدة من الملح. غنستخدم 380 مليلتر من الحليب الدافئ غير كامل الدسم لكان أحسن. غنستخدم مع 2 معالق ديال المائدة ديال السكر حبيبات. أول شيء غنديرو هو غندوب هذاك السكر حبيبات في هذا الحليب، غنستخدم أيضا الخميرة الفورية. هنايا استخدمت منها تقريبا 11 غرام ولا 12 غرام. غنوضعها على جنب وغنخليها تفاعل، وانا كنأكد على ان هذه المرحله ماشي ضروريه. اللي ضروري غير هو اضافه السكر في الحليب، اما اضافه الخميره الا كانت مازال جديده يلا واخدينها محكمه الغلق راه ممكن تستخدموها بدون ما تسناوها ان تفاعل لكم في الحليب. في هذه المرحله غنقوم باضافه الحليب مع الخميره والسكر اللي ذوبناهم مسبقا وتسنينا عليهم تقريبا واحد 8 ديال الدقائق، وغنخدم العجانه على سرعه متوسطه. ممكن تستخدموا اليدين ديالكم، مي غتجي واحد شويه صعيبه عليكم حيت كيحتاج الدلك تقريبا واحد المده ديال 15 دقيقه. هنايا كنخليه في العجانه حتى كنتاكد بانه العجينه تلمات كما كتشوفوا، تلمات في الراس ديال العجانه. عاد كنوقف العجن، ديك الساعه غنوصلوا داك القوام اللي هو مطاطي. هنايا نصيحه اللي كنوجهها للسيدات، عرفوا تختاروا ما بين انواع ديال الدقيق اللي يستخدم في الكيك ماشي هو الدقيق اللي كنستخدموه في صناعه المخبوزات. الدقيق اللي كنستخدموه في صناعه المخبوزات ضروري انه يكون نسبه البروتين فيه عاليه، يلي كتساعدني على واحد تكوين واحد الجلوتين اللي هو كيكون ضروري في هذه الانواع ديال المخبوزات. هنايا كنحيدها من العجانه وكتشوفوا انها مطاطيه، وحتى لا ضغطت عليها بالاصابع ديالي كتعاود ترجع لي. هذا هو القوام اللي كنقلب عليه. الا خدمتوا العجينه باليدين ديالكم ما توقفوا على الدلك حتى توصل لهذه المرحله. كناخذ واحد البول اللي انا دهنتها بالقليل من زيت الزيتون وكنغطيها وكنخليها تختمر واحد المده ديال ساعه ونصف حتى لساعتين على حسب الجو اللي نتوما فيه. هنايا من بعد ما اختمرت ليا العجينه كتلاحظوا بان الحجم ديالها تضاعف على مرتين ولا على 3 مرات. هنايا نحيدها من هذا الاناء اللي انا وضعته فيه وكنقلبها وكنحاول انني نخويها من داك الهواء هو اللي جمع فيها، ماشي كندلكها. كنأكد عليها ما كنقوموا بالدلك نهائيا، غير كنفرغها من داك الهواء اللي هو يتجمع فيها اثناء مرحله الاختمار. هنا كنديرها على شكل واحد السيلندر مستطيل، وكناخذ القطعه ديال العجين وكنقطعها ل8 ديال القطع ولا 10 ديال القطع على حسب نتوما شحال السمك ديال هذا الخبز اللي بغيتو تصايبوه والحجم ديالو. هنا انا قطعت العجين ل6 ديال القطع اللي تقريبا متساويه في الحجم. ممكن تستخدموا الميزان في هذه المرحله ولكن ماشي ضروري. هذا ماشي دوناتس اللي كنحاولوا اننا نحصلوا على نفس الحجم في الكرات كامله. هنايا الكرات غنخدمها باليدين ديالي حتى يكون الشكل ديالها دائري وغنحطها على جنب. بنفس الطريقه غنكررها مع جميع الكرات حتى نجمعهم. ديما كنشدوا الجوانب كنجمعوهم الوسط، يا اما اللي في الجانب ولا الافقيين، وكنشدها ما بين الاصابع ديال اليدين ديالي وكنعاود نوضعها فوق سطح العمل وكنكورها بهذا الشكل باش تشكل ليا كره اللي هي متساويه الحجم، هي اللي هي غتساعدني من بعد في انني نقوم بالدرك ديالهم. هنايا غنحتاج الحليب يكون بحراره الغرفه، ماشي دافئ وماشي بارد. وهنايا غنستخدم بذور ولا حبوب السمسم اللي هي البيضاء، ممكن تلقاوها عند الاشخاص اللي هو العطاره ولا الاشخاص اللي هما مختصين ببيع لوازم الحلويات. هنا احتاجيت منها تقريبا 125 غرام اللي استخدمته، والحليب الكافي اللي غتملؤوا به الاناء اللي غتوضعوا فيه الكره.
يعني الحليب ممكن تحتاجوا تقريبا واحد 200 مليلتر كافيه، ولا 300 مليلتر هي اللي غتستخدموها. هنايا كنقوم بتمرير الكرات في الحليب، ثم كنمررهم في داك حبوب السمسم. كنضغط عليهم واحد شويه داك الكرات باش يلتصق هذاك حبوب السمسم تلتصق في الكرات. هنايا علاش الحليب وماشي الماء؟ وكيبقى شيء اختياري، ممكن تستخدموا الماء، انا ما كنفضلش الماء، غيغير ليا من التكستور ديال العجينه. الحليب وفي هذه المرحله ما غيشكلش ليا واحد المشكل في العجين. هنا من بعد ما مررتهم كاملين في الحليب وبذور السمسم، خليتهم يرتاحوا واحد المده ديال نصف ساعه. نتوما كما كتلاحظوا راه الحجم ديالهم اختمر، يعني هذه هي مرحله اختمار الثانيه. هاد العجينه كتمر بثلاث مراحل ديال الاختمار، ساعتين في نصف ساعه، والثاني في واحد تقريبا نصف ساعه. هنا كنرجع كناخذ المدلك وكندلك كل كره، كنقوم بالفرد ديالها حتى كنحصل على دائره متساويه الاطراف. ماشي بالضروره تكون اكزاكت 100%، انا كنكرر على هنا ما كنصايبوش في طاغط وما كنصايبوش في شي حاجه اللي هي معقده. ممكن تاخذوا هاد الامور ماشي بالضروره على محمل الجد، مادام هي ما عندهاش علاقه بلا باتيسري فينا 100%. يعني كنحاولوا نشكلوا دائره، وكناخذوا القطعه ديال عجينه البيتزا، وكنقطع هاد كل كره دائره كنقطعها على 4 ديال المثلثات. كنوضع القطع في صينيه ديال الفرن اللي يكون فيها ورق ديال الطهي او لي طابيت سيليكون. لي طابيت سيليكون ولا ورق الطهي ما غاديش تلتصق العجينه. وما تنساوش بان فيها حتى الحبوب ديال السمسم اللي غيمنعوا الالتصاق ديالها بسطح العمل، ولا غيمنعوا الالتصاق ديالها بصينيه الفرن. نفس الشيء ولا نفس العمليه كنكررها بالنسبه لجميع الكرات. اما هنا كما كتشوفوا هذا هو الحجم اللي كنقلب عليه. كنقلب على ان تقريبا تكون عندي واحد نصف السنتيم في السمك ديال هاد الخبز. هنايا غندوز القلي ديالو من بعد تقريبا نصف ساعه. كتاخذوا مقلاة كتضيفوا فيها الزيت الكافي ديال انهم يكونوا مغطين بالزيت. انتم كتشوفوا الحجم ديالها كيتضاعف، تقريبا كتولي فيها 1 سنتيم ولا 1 سنتيم ادمي مني كيتضاعف الحجم ديالهم. وهذا هو الحجم المثالي اللي حنا كنقلبوا عليه. علاش كيتسمى خبز البالونات؟ حيت ملي كنقوموا بالقلي ديالو كينتفخ، كيعطيني داك المنظر ديال الانتفاخ ديال البالونه. الوغ هو السمك ديالو ما كيفوتش 1 سنتيم، ولكن ان فوا كنوضعوا في الزيت كيولي السمك ديالو بهذا الحجم. تاكدوا من انكم تقوموا بالتحريك ديالهم مرارا باش ياخذوا داك اللون الذهبي من جميع الجوانب. هنايا انا كنقوم بالقلي ديالهم على واحد النار اللي هي متوسطه، ماشي منخفضه باش ما يشربوش الزيت، وماشي عاليه باش ما يتحرقوش ليا، ولا قبل من الوقت ياخذوا داك اللون الذهبي الوغ كيكونوا خضرين مازال من الداخل. نفس العمليه غنقوموا بالتكرار ديالها حتى ننتهيو تقريبا من جميع القطع ديال لي ساندويتش اللي حنايا قطعناهم. ما تخيلوش هذا الخبز كيفاش كيجي طري بزاف. وحتى التطبيقات العديده اللي ممكن نستخدموا فيهم هذا النوع ديال الخبز اللي هو خبز البالون. هذيك الريحه اللي عنده ديال بذور السمسم ممكن تملؤوه بالبيض مسلوق، ممكن تملؤوه بلي زوملات، ممكن تملؤوه بلي فخوي الفواكه، ممكن تملؤوه بشوكولاته ديال الدهن. الامكانيات ولا التطبيقات ديالو كتبقى عديده، وكنظن من انه من احسن الانواع ديال الخبز ديال لي ساندويتش اللي جربتهم انا على الاطلاق. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم وعطاكم واحد الفكره جديده على نوع من انواع الخبز ديال لي ساندويتش. نقول لكم نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله، وشكرا على قبل الدعم ديالكم المستمر.